محمد بوقلي، المدير الجهوي للاستشاره الفلاحيه لجهه الدار البيضاء سطات. كما كتعرفوا ان المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه هو الممثل ديال الوزاره ديال الفلاحه في كل ما هو استشاره فلاحيه بصفه عامه. دونك الدور ديالنا كما كتعرفوا فهو يهم مختلف الانشطه الفلاحيه او انشطه الاستشاره الفلاحيه اللي كتمكننا من اننا نتقربوا من الفلاح ديالنا والفلاحات ديالنا اللي كاينين في الوطن بصفه عامه. وبالنسبه المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه للدار البيضاء سطات فهي كتهم جهه الدار البيضاء سطات اللي عندها اكثر من 11 مركز استشاره فلاحيه موزع في مختلف المناطق. واليوم راكم معنا هنا في مركز الاستشاره الفلاحيه ديال برشيد اللي هو كيسهر على مواكبه الفلاحين عن قرب والمساعده ديالهم المعنويه خاصه، وتقديم لهم كل ما يهمهم من المعلومات اللي كتمكنهم من انهم يواجهوا المشاكل اللي كتواجه الانتاجات ديالهم، وخاصه تقديم الحلول اللي هي عصريه وهي جديده وكل ما هو تقنيا جديد باش يواجهوا المشاكل اللي كاينين. كما كتعرفوا اننا مؤخرا هذه السنوات الاخيره ولا الفلاح كيواجه عده مشاكل بعد توالي سنوات الجفاف اللي ولات كتهدد النشاط الفلاحي بصفه عامه. يعني ان هذا الفلاح محتاج لينا حنا، خاصه اللي حنا لي زونيتي دا بروكسيميتي اللي كنبقاو ديما قرابين ليه وديما حالين البيبان باش اننا نقدموا ليه كل ما هو جديد من معلومات ومن توجيهات اللي ممكن تعاونوا في انه يواجه هذه المشاكل بصفه عامه. وفي نفس الوقت كنسهروا على اننا نواكبوا الخلف اللي غيشد المشعل من بعدهم اللي هو لي جون الشباب ولادهم اللي غادي ياخذوا ان شاء الله المشعل من وراهم، انهم ينتجوا بطريقه عصريه اللي كتستجب للمعايير الدوليه وكتستجب لا دوموند ديال المارشي لي جينيرالمون. وكما قلت لك اللي كتواجه هاد العراقيل اللي ولات كتواجههم هادشي ديال الجفاف خاصه اللي ولا كيهدد القطيع ديالنا المغربي. وبالنسبه لينا كنشوفوا ان هاد الايام بحال هكا اللي هاد اللقاءات اللي كيكونوا بحال هكا كنجمعوا فيهم الفلاحه والمنتجين بصفه عامه باش اننا ندوزوا لهم الجديد اللي كاين، خاصه في هذا الجيل الاخضر، استراتيجيات الجيل الاخضر اللي جابت معها افكار وحلول جديده اللي كتمكن اننا الشباب او الفلاحين انهم يقدروا يستافدوا من دي فينونسمون، يستافدوا من بزاف ديال الامور اللي غتعينهم وغتعاونهم باش انهم يحافظوا على النشاط ديالهم الفلاحي. بالنسبه لا دوموند ديال الفلاح انه فريمون ولينا كنشوفوا كنلمسوا انه كاين واحد الطلب من طرف الفلاحه والشباب خاصه انهم ولاو كيلجؤوا لهاد المراكز هادو باش ياخذوا معلومات اللي كتمكنهم من انهم يزاولوا الانشطه الفلاحيه. دابا بالنسبه للفلاح ما بقاش مخير، هو ولا بز منه خصو يمشي يلقى حل، دونك ضروري كيمشي كيقلب. والحمد لله مع كما قلت لك المستشارين الفلاحيين ديالنا اللي هما منتشرين في الجهه ديال الدار البيضاء سطات، كاين لي ريزو اللي ولاو الحمد لله كيعاونوا المعلومه انها توصل، كاين كما قلت لك الانشطه اللي كدار بحال هكا وهاد اللقاءات المعارض داكشي كله كيعاون ان المعلومه توصل. حاجه اخرى اللي كنطلبوا ان الشباب خاصه اللي هما غيشدوا المشعل من بعد انهم يتنظموا بزاف على التنظيم. كنركز عليه بزاف حيت هو اللي غادي يقدر يعاون اكزاكتومون باش ان الواحد يقدر يستافد من هاد لي فينونسمون وهادشي اللي كدير الدوله كامل اللي فريمون راه في الصالح وكتعاونهم يحاولوا يستافدوا لو ماكسيموم بوسيبل، وذلك انهم يتنظموا بعدا على الاقل. يعني سورتو هاد لي جون كاين عده برامج بحال البرنامج ديال لونتربرونيا، كاين لاغريكولتور سوليدير اللي هي الفلاحه التضامنيه اللي كتختار واحد المجال وكتدرسوا وكتاخذ بزاف ديال الامور اللي كتبازا عليهم وتحدد لو بوزوان وتحاول تامبليكي جميع الشركاء اللي كيحددوا دوك لي بروجي اللي ممكن يداروا تما في دوك المناطق. وصراحه كنشوفوا اننا هاد الشباب ضروري خصهم يتواكبوا حيتاش المغرب راه محتاج بزاف للشباب ديالو، محتاج بزاف للفلاحه ديالو. دونك هذا واجب علينا حنا وواجب على جميع المتدخلين التابعين لوزاره الفلاحه، واجب على الفلاحه والفلاحات بصفه عامه اننا نديروا اليد في اليد ونحاولوا اننا نتجاوزوا هذه المشاكل وهذه العقبات اللي كاينه. اولا باش نفوتوا كما قلت لك هذه العقبات والمشاكل ديال الجفاف اللي ولينا كنتخبطوا فيها، وثانيا باش اننا نعرفوا نديروا بلاصتنا في اليشيل مونديال. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه، اضغطوا على الزر سبسكرايب، المرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المواطنة نيوز، صوت المواطن.